كلياتنا نعرف انه الاتراك اكثر شعب بالعالم يشرب شاي، بس اغلبنا ما يعرف السبب الحقيقي اللي يخليهم يشربوا هاي الكميه من الشاي. تخيلوا انه في دراسه لوكاله الاناضول تقول انه الفرد الواحد العادي من الشعب التركي يشرب سنويا 1300 كوب شاي. الغريب انه الاتراك قديما كان المشروب الاساسي عندهم القهوه مو الشاي، وتحديدا في زمن العثمانيين. ولكن بعد قيام الجمهورية التركية الحديثة بدأت الدولة تدعم المنتجات المحلية ومنها زراعة الشاي اللي كان يعتبر زراعة وطنية. صارت الدولة تدعم المزارعين دعم مطلق، والدولة طلبت من المواطنين استهلاك الشاي بدل المنتجات المستوردة مثل القهوة. وفعلا المواطنين لبوا الطلب وصاروا يستهلكوا شاي بكثرة. الأتراك صاروا يعتبروا الشاي رمز وطني، حتى أنه الموظفين يستخدموه كوحدة قياس. لما يزيد راتب الموظف يقارن راتبه القديم براتبه الحديث على أنه كم قيمة هذا الراتب، كم كاسة şay وسميد يجيب. حتى أنه في حملات انتخابية سياسيين يستخدموه. Bir bardak çay Bursa'da kaç para? En düşük çay Tayyip Bey'in hesabına göre بسبب الإنتاج الكثيف صارت أسعار الشاي رخيصة جدا ويستهلك في كل المناسبات.